بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم وعيشكم وشحوالكم، إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو فيديو جديد ونهار جديد طلعت عليكم بهذا الفيديو فيه مقتطفات تنظيف النشاط والحياة الحيوية. جبت لكم نشارك معكم المكنسة الكهربائية الكارشير. نعطيكم رأيي فيها وبإذن الله إن شاء الله راح تعجبكم. المهم البنات تبعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله راح تستفادوا. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا كامل على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أول حاجة بديت بيها على بركة الله، نضت بكري فطرت فطوري وحطيت البنات كما راكم تشوفوا طلعت قهوة، حطيت القشي تغسل ورحت ندور في حوالي. رحت للغرفة تاع بناتي لقيت البنات الطاقة تاعهم حالة بالغبار هذاك ولا ذوكم الاخر تاع الفرخ الفضلات تاع الفرخ ثم والله حالة. كنستها على الكيف وغسلتها وهبطت لي بلونت كامل كما راكم تشوفوا لهنايا البنات حالة وحويلة. جبت خلاص السرير وبديت نجبد تحت، ويعني لقيت يعني هنا بعد الامتحانات يعني لقيت الدنيا حالة بالغبار. انا ديما حتى في الشتا نحل يعني طيق. هنا بردت على قلبي كنستش كلش، ومن بعد جيت هنا للطاقة غسلتها على الكيف، غسلت المرايات البنات، خرجت يلمعوا والحق تاع ربي توسخوا شويه لانه كيتصبوا الغبار هذاك يطر عليهم. راكم تعرفوا الغبارات كي نحلوا الطيق ولا الاخر ترجع الدنيا كامله حاله. غسلت مليح. هنا جات العين الحمد لله يا ربي، عمرنا البواد عمرنا كلش، الزرفار تعمر وحدها. اني نغسل لهنا حكيت لكم المرايات على الكيف. هذا شوفوا البنات على فكره الفيديو تاع نهار الخميس هذا ما قعدتش برك باش نهبطوا. ونبداو هنا على بركة الله بسم الله. وهنا كما راكم تشوفوا البنات هذا وين تهنيت تاع الصح، الحمد لله يا ربي تهنيتها من قبل، وهذا وين كتب ربي يعني شريتها كما راكم تشوفوا. لميت في الحصة على دورو عند الدور، وكما ديما نقول لكم لازم تكونوا قاصدين باه تشروا الحاجة اللي تحبوها وتقتصدوا. المهم هذه يعني الحمد لله يا ربي هذه راح تنحي لي يعني صح المكثر. انا كنت نعصر بيديا، طبيب قال لي ما عادش تعصري بيديك، هذه اصلا تنشف الماء على الكيف. كارشير هذه هايله البنات، الماركه هذه مليحه سواء كما راكم تشوفوا. هنا هذه الكرتونه تاعها يعني اللي حنا كومونديناها من عند. المهم البنات نورمالمون كوموندتها بنتي الحق نكذبش عليكم من عند خالد الكتروميناجي. الماركه هذه رائعه، راهي المانيه. وثانيا كاينه كيما نقولوا حنا في لينوكس وكاينه في البلاستيك، يعني هي الاحسن تاع لينوكس خير ومليحه ما تخسرش كيما نقولوا حنا. المهم هذا البيدون تاعها يا البنات، ها هو كما راكم تشوفوا. ولهنا عندها هذه كما راكم تشوفوا البنات، هذه تاع الماء كي تحبوا مثلا تغسلوا زربيه ولا يعني تجبدوا شويه الماء من هي مليحه للناس اللي في الباطيمات وما عندهمش مجاري حشاكم والاخر. ثم الماء ثم ينشفوا فيها على الكيف تسهل ليهم لو تركبوها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه لهنا، فهمتوني. وهذه من الاحسن ما تستعملوهاش ياسر ثم تخسر البنات تشروها غاليه. عبالكم هذه راهي بالسيف ماشي يحتها خاصه في الشتاء. حطيتها بحذا الفرن وباه شاحت، لكن قاسها الماء وخبيتوها وهي مبلوله. راهي هذه نصيحه يعني عن تجربه، راهي تتقطع تفتفت يا البنات، راهي سهله خلاه. هذه استحفظوا بها. المهم شيحوها براسكم انتم، لازم اذا استعملتوها شيحوها. انا اكثر ما نشفش بها الماء نحيها خلاه باه تبقى لي يعني ما تخسريش فهمتوني. هذا فرطوار البنات، هذا يعني هذا يجبد كما نقولوا حنا، ها هو الفروطوار تاعو. وهذا ثاني شغل شيتا، مثلا تحبي تغسلي زربيه ولا حاجه تجبدي يكا على الكيف يعني. وش هو البنات اني ركبتها، انا ما نحبش نحلها ياسر ثم تخسر. خلوها هي كي تركبوها مثلا من هنا تحلك، تضغطوا كما راكم تشوفوا على البلاصه هذه. ها هما الحلقه ثم تضغطوا بركا يخرج ليكم هذا. انا يا الحق ملي ركبته ما نكذبش عليك ما زدتش نحيته، نخاف لا يخسر لي حاجه غاليه وتروحوا تخسروها ثم لا ما تصلحش.
كي نشف عزكم الله به، كي نكمل عندي الشيت هذيك تعرفوها، الشيت تاع اليد الصغيره هذيك تاع 5000، نحكم نحيلو الشعر من هنا واش لمت كيما نقولوا هنا، ونغسلها مليح ونحطها بحذ الفرن وتشيح لي، فهمتوني. المهم هذه تسيق البنات، وفي نفس الوقت حتى تحبوا توصلوا زربيه لو تجبد الماء على الكيف. وعندنا هذا البنات كما راكم تشوفوا، هذا يا هايل. اذا عبركم البنات كي تحبوا توصلوا كراسه ولا مثلا اي حاجه، هذا يجبد اكثر من الفروتوار هذاك، فهمتوني. درك نعتلكم عنده تويو، ها هو شفتوه هنا يركب البنات هكا، وتروحوا نتوما الفوتاي تاعكم. هذا المهم يخي نعتلكم في الفيديو كيفاه يعني تجيبين الحاجه الضيقه كامل كيما نقولوا حنا هكا، ديروا لاسبيراتير هذه تجبد الغبار، تجبد مثلا عنكبوت، تجبد واش كاين يعني، خاصه في الاماكن الضيقه باه تفهموني. هذه تجبد الغبار على الكيف، وفي نفس الوقت تشيح حتى الماء. شوفوا قويه ياسر البنات هذه لاسبيراتير، هذه هايله ماركه مليحه. واش راح نقول لكم، ولهنا هذا البنات الاخر تاعها لهنا تركبوه كما راكم تشوفوا كيما هكا، وتغلقوا من هنا وسهل خلاص، تضغطوا كيما هكا، تقفل، تزيدوا ديروا هكا هكا يتحل البنات، فهمتوني. هنا الجهه هذه تخبوا فيها الخيط هذا تاع لابريز باه ما يظلش يعني كما نقولوا حنايا في فهمتوني. ترولوه كيما هكا وتحطوه هنا، شفتوا البنات ها الكيف ما يظلش يطايش في الارض. والاخر ثاني اجهزه هذه كامله البنات تقدروا تركبوهم فيها هكا. اسمحوا لي دقيقه، هذا ثاني شوفوا البنات، ها هو يجي هنا يركب لهنا. ثاني هذا شوف شفتوا كيفاه هك بركه باه ما يحكم تسمى تحكمكمش كيما نقولوا حنا ليسباس، فهمتوني. وهذا البنات هذه ثاني شكاره، هذه راهي ثاني حتى هي تحبس تحفيظ. واش راح نقول لكم، هذه تاع الغبره، تعمر غبره ولازم تفرغوها مليح من الغبره، فهمتوني. هذه دوك نقول لكم كيفاه تستعملوها حتى هي. نحلوا كيما راكم تشوفوا، تحبوا المهم البنات ها هي الثقبه هذه، تجيو هنا في البلاصه هذه وتركبوا كي تحبوا تصبروا يعني مثلا الغبره من كيما نقولوا حنايا مثلا الحيوط كامل الفوق، عنكبوت، الخبال هذاك. ثانيه البنات تسهل لكم خلاص. شتوا الخزين تاعكم تاع الرايه هذوكا تاع الرايه، هذيك البلاصه كيما نقولوا حنايا تقدروا تجبدوا بهذه على الكيف، تسهلها لكم على الكيف. خلينا نظلوا نمسح قبل بالكتانه، والاخرى ميكروفيبر هذيك حتى ساعات يجرحوني يا البنات، بصح هذه تسهل لكم على الكيف. تركبوا كيما هكا هكا وتغلقوا عليها، فهمتوني. هنا هذه تاع الغبار فهمتوني، وهذه تاع الماء باش تكونوا يعني تاع على علم يعني، فهمتوني. اللي تحب تشريها يعني نتمناها لاي وحده تعاونكم البنات، خاصه تاع الباطيمات اللي ما عندهمش يعني يخرجوا الماء كيما نقولوا عزكم الله. التيو تاعها البنات صحيح الكيف ربي يبارك كيما راكم تشوفوا، ها هو طويل، ها هو شوفوا هذه لهنا، هذه ركبوها كيما راكم تشوفوا من هنا هكا، وتركبوا البريس تاعكم وتخدموا على رواحكم كيفكم. تحبوا تسيقوا بالفروتوار، تحبوا تسيقوا تجبدوا الغبره بهذا، فهمتوني. واش هو هذه البنات تستحفظوا بها، هذه شكاره هذه اللي كيما نقولوا حنا كي تجبدوا الغبره هذه كي كامل تتحط لهنا خبال شعر اي حاجه لازم تفرغوها. تحكموا برك مثلا هاي فيها الغبره، تبدوا من الحاشيه هذه البنات. اسمحوا لي دقيقه، انا كيما هكا ديك النهار كي درت شويه غبره هكا نحكم مثلا الشوكه هذه الحاشيه هذه نخرج كيما نقولوا حنا هكا كامل ونقلبها عادي، نمسحها نفضها نخبيها. حاجه غاليه البنات هذه كنا تخسر لكم تشروها ب500 ألف ولا 600، راهي غاليه. المهم هايله لميت لها وشريتها، فرحت بها ياسر، تعاون على كيف نساء المرضى بيديهم.
وفي نفس الوقت البنات شوفوا تساعدكم على نتوما يعني تجبدوا لا تسيقوا هي تمشي ها الربد راكم كي تشروهم طايرين تركبوهم ساهلين خلاها يركبوا هنا برك البنات فهمتوني وتمشي على الكيف كما راكم تشوفوا. ها هي تساعدكم على الكيف. مثلا وحده مرضى بمسلانها هذا خادمينه طويل على الكيف يعني فهمتوني. وهذا صحيح البنات ويو تاع هذا يعني ما حتى ولو يعني طبقتوه ما يخسرش. المهم البنات حكيت لكم يعني السلبيات تاعها والايجابيات. ولا هنا كما راكم تشوفوا اني بديت البنات نخدم بيها. وشوفوا شريتها الحق يعني مش درك يعني كي نعدتها لكم راهي جديده. انا شريتها عندها سمانه كاكا وخدمت بيها مره زوز وكنت نشاركها معاكم. انا قبل ما نستعمل الحاجه تاعي نشوف يعني اي حاجه سلبيه نقول لكم عليها. هنا هاي كيفاه تركب. والمهم راح نبدا لهنايا دي نركبها باش نصيق. هذه يوم جبت لكم النشاط الحيويه. فرزت الغرفه تاع الاولى بناتي المهم ثم. وهني راح نعطيلكم برك كيفاه ها هي نغلق عليها. ها مجوي هذوما كيفاه تضغطي عليهم يتقفلوا في زوز. وتبدي تركبي لا بريز هذيك وتبدي تخدمي عادي خلاص. عندها الجهه اللي من هي هذيك اللي تحليها منها. شوفي هذه هي الماركه المليحه المانيه كارشير هذه هايله يا البنات على الكيف. تجبد لكم الماء خاصه الناس اللي في بطيمه كما نقولوا حنا ما يقدروش يجبدوا الماء والاخر تجبد على الكيف. سبيراتور تسبيري على الكيف اللوبار فهمتوني. هاي هنا نعطيلكم برك فيه سياحة الماء شوهم تكثروا لهاش برك الرغوة ياسر يعني هنا في الصالة. ونبديت ها شو هو حاجة واحدة نقول لكم ما تجبدوش كما شغل راكم تجبدوا بالفروطوار عادي لا. عكسوها ها فنجبد انا. لكن جبدتوها كما الفروطوار عكستوها راهي ما تجبدش قد تخلي الدنيا شوي مبلولة. هاي تجبد عكس كما راكم تشوفوا. ها هي هاي كيفاه نعدلكم برك كيفاه شيحت لي الدنيا الكيف تمشي معاك يعني. الاخرى ذاك تاعها الخيط تاعها طويل. ها هو شتوه طويل على الكيف. هذه قاعده نشف بها في الماء. وثاني كي نحب النحيه ذاك اللي نعتولكم الاخرى ذاك تاع اللي قلت لكم يخسر في الساع. الفلتر هذاك كي نحيه نحب نجبد الغبره ثاني نقدر نخدم الفروطوار هذا فيه الشتاء يجبد الغبره ذيك. ولا نركب الاخر الرقيق هذاك الاماكن يعني ضيقه. ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوني. وان شاء الله مره اخرى نزيد نعاود لكم فيديو عليها اللي يعني كما نقولوا احنا اللي مهتمين. ان شاء الله نتمناها لاي وحده يتعاون يعني على الكيف خاصه النساء العاملات النساء اللي مرضى بيديهم. انا الحق شريتها كي عاد مرضى بيديا. والشهور حاجه ديما تحبس تحفيظ. هذه مهم لميتلها شريتها البنات هذه كانت غاليه خلاص. كانت دير 3 ملاين حتى 4 ملاين. درك شريتها 2 ملاين و400. هاو شوفوا نعدلكم برك لهنا يعني الماء. وهاو كيفاه يعني نجبد الماء هذاك عكس الفروطوار اللي تجبدي به هادي. خاطر كنت تجبدي كيما الفروطوار راهي ما تجيحلكش الدنيا. المهم نظفت الدنيا على الكيف بعد الامتحانات وليداتي. جبت شي يعجب من الغرفة. هاي لهنا كيفاه نجبد على عينكم على الكيف يعني واحد يكون مرض نسلان تعينو. كما نقولوا حنايا ماهيش واطيه فهمتوني. ثاني تمشي لك على الكيف ما تعبكش خلاص على الكيف. شو نظفوها بركه وخلوها تشيح كما خديتها انا بحال الفرن. لازم تعتني بحاجه تكون غاليه. اذا كان ما اعتنيتوش بها راهي تخسر لكم ثم وهي غاليه. غسلوها خلوها تشيح مش تروحوا تحطوها هي مبلوله كاكا حتى يخسر لكم الفلتر هذاك تاعها. المهم ان شاء الله تكونوا فهمتوني. قلت ندير لكم فيديو عليها باه تدو فكره. هذه هي المهم نظفت على كيف الطاقه هذيك كان ثم الكناري تاع ولدي دار حالها. كي المهم البنات الزريعه هذه كامله كي يفرخها تصيح ثمك على بالكم الطاقه. ساعات لي بلانت هذوك
مثلا كي يجي الغبار والآخر يسيح لي التراب شتو واش جبت منها الطاقة، بصح بردت على قلبي نظفت على كيف الغرفة، يعني كما يقولوا يا محلى النقاية لو كان يبقى على كيف تنظيف يعني عميق. ان شاء الله المره الجايه نزيد نشارك معاكم يعني تنظيفات يعني البصار الاخر الغرفه تاعي. هاو لهنا نعدلكم برك هذيك الجهه هذيك الاماكن ضيقه، ها هي ركبتها لهنا وبديت نعدلكم برك الفوتاي هذي تجبد البنات على كيف هذه حتى كنت تبلوا الكراسه تاعكم هذوكم تاع انتي طاش هذوكا تجبد خير من الاخرى، قوة تاعها على الفروتوار هذاك تجبد ياسر على الكيف. ها هي ان شاء الله تكونوا فهمتوني. المهم نظفت بها على الكيف وقلت في نفس الوقت نشارك معاكم. قلت لكم البنات جبدت الغبرة يعني غبار نطول نكنسو الاخر يعني مش الدنيا هذيك. وشوفوا تقدروا حتى يعني اللي عنده جنان هكا ويحب ينظف هذاك من الورق هذاك تجبد على الكيف تقدر تنظفي بها. تجبد كلش قاوية على الكيف البنات. المهم يعني الحاجة خمس وعدها لموا كي تحبوا تشروا حاجة تتمنوا اي حاجة لموا ليها باه تشروها. احنا صح نضل نخسروا في هذوك المنظفات والاخر ذاك الدور نستهزاو بيه هذاك كيما نقولوا حنايا 2000 فرنك 500 هذيك دورو عند دورو انتيا العام تشري الحاجة اللي تحتاجيها. وديما نشوفوا السكريات اللي يكونوا ناقصين سومة كيما نقولوا حنا هكا في مواد التنظيف الاخر اقل 5000 10000 هذيك ما تستهزاش بيها تزيديها في حالك. كاينين اخرين يديروا بروموسيون كاين. المهم نعدلكم لهنا شوفوا لي لهنا راني قاعده نركب فيها هو الاماكن ضيقه خلاه كيما هذوك من الخزاين ولا مثلا تجبد الخبال يجبدوا على الكي او الفروتوار اللي نعتو من الجهه هذيك والاخرى الجهه تاع الشيتا. هاني كيف ركبتها. ها هي انا راح دوك نجبد الغبره برك سيقت وراح نجبد الغبره شويه. لا جبت الغبره ومن بعد سيقت في الزربيه راكم تعرفوا الولاد والزربيه اصلا راح نغسلها بصح مش درك. تقدري تغسلي الزربيه وتجبدي الماء منها على الاقل تنقصي بيها والله هايله تنفعك الكيف في الدار. شوفوا البنات والله يشروها يعني مش يعني كي تلمونها تقدروا تشروها حاجه يعني تنفعك الكيف. الغبرة اللي عندهم حساسية تنفعهم تجبدي حتى في جهة الرداوات تجبدي جهة الآخر هاكي على بالك. المهم اسبيراتير ماهيش في الندامة حاجة كي تنفعك يعني خير من صواردها فهمتوني. حنا نخسروا في الصوارد نتاعنا كيف تفاهاتك المواعين والاخر نضيقوا على رواحنا نديروا في الطاقة السلبية وباه نشرو حاجة اللي تعاوننا. لا الوقت هذا يجي وحدة حتى العرايس نتمنى لهم يدو كيما هك والله ما يفضلوش يشرو القش. انا كنت عروس شريته خيط القش غالي خليته كل عام تجي موضة والاخر واصلا القش مش راح ينفعني ولا كيما نقولوا حنا لما يعني تنفعني غير الحاجة اللي تعاونني في الدار. شوفوا لي هنا هاي وشنا يعني نحيت منها. ها هي يعني البنات الماء اللي جبداته قصدي يعني تاع الصالة اللي نشفتو تاع استغفر الله يا ربي تاع الغرفة هذاك الشي هذاك اللي لهيه راني مازلت ما هزيتوش هذاك وقمح البنات. قلت كانش نهار جابوا الزوج قلت كانش نهار نشارك معاكم كيفاه نقليه وراح نرحيه نديرو روينة والروينة مليحة يعني تنفع. في كيما نقولها في الشتاء هكا تلقوها الزريرة تلقوها يعني هكا مليحة. الولاد هكا كي يجوعوا تقدر تديروها لهم مع الحليب والاخرى تقوي يعني العظام الكيف فيها نفع يعني تنفع الكيف فهمتوني. شوفوا لي ذاك الماء. المهم هذا يعني غير تاع الغرفة مش يعني تاع الصالة والكولوار ولا يعني الشامبرة الاخرى هذا وحده برك تاع الغرفة. هنا بعد ما كملت خلاه غسلتها الكيف وخليتها هنا تشيح بعد الفرن وهو يمشي
حكيت هذيك الفرطوار بالشوي برك البنات هذوك راهو يعني مشو صحيح. متضلوش تنحوه وترجعوه تركبوه خلوه فرد خطرة راكب. المهم البنات نتمنى الفيديو يعجبكم وسلام.